كلنا صحينا يوم 31/8 سنة 2006 على خبر وفاة لاعب ما كملش 23 سنة، وأغلبنا فضل مش مصدق موته لسنين بعدها. محمد عبد الوهاب من أفضل اللعيبة المصرية اللي لعبت ناحية الشمال. وفاة عبد الوهاب مش قصة احنا جايين نحكيها، ولكن أغلب جيل التسعينات عاش أحداث وفاته لحظة بلحظة. هو لاعب النادي الأهلي اللي كلنا عارفينه، بدأ مشواره في سن صغير وشارك في اختبارات نادي الزمالك ونجح فيها واستمر في التدريب مع فرق الناشئين 4 شهور. لكن والده رفض التوقيع على استمارات القيد بالزمالك، فاتنقل بعدها لمركز شباب الألمونيوم ولعب مع الفريق الأول. وبسبب تألقه في صفوف الألمونيوم اختاروا الكابتن حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب الشباب وقتها، ويشارك سنة 2003 في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب، وهي البطولة اللي خدتها مصر. جاب جون حاسم في مباراة